بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدي أزيلة تي في، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم من جديد مرة أخرى، وهذه المرة من جماعة تأبين الودان إقليم أزلال. وبالضبط نتواجد بدوار أيت عمو جماعة بالودان إقليم أزلال. هذه الجماعة التي اجتمعت ساكنته واشتغلت من أجل بناء هذه المعلمة الدينية الكبيرة، ويعود الفضل لبناء هذه المعلمة إلى جمعية النور لبناء وإعادة مسجد أيت عمو. وساهمت أزلال تي في بالتعريف بهذه المعلمة التاريخية منذ بنائها، كما ساهم عدة محسنين من جميع الأطياف للمساهمة في بناء هذه المعلمة التاريخية والدينية. ومن أجل الحديث حول حجم أو معرفة وصول أشغال هذه المعلمة الدينية، يسرني أن أستضيف رئيس الجمعية السيد حسن تيرزاتين. سي حسن تيرزاتين، أهلا وسهلا بك. إذن يمكنك السيد حسن باش تعرفنا على هذه الجمعية أولا؟ نعم، السلام عليكم. حسن تيرزاتين، أستاذ متقاعد، رئيس جمعية النور لإعادة بناء مسجد أيت عمو. اليوم تنتواجدوا من جديد في المسجد. هذا المسجد هذا اللي كان قديم، عنده حوالي 130 سنة، كان مبني غير بالتراب وبالحجر والخشب وداكشي. وفي 2016 فكرنا باش نكونوا واحد الجمعية سميناها جمعية النور. تتكون من 7 أفراد جميعهم من شباب الثوار، على رأسهم أنا عبد الله حسن تيرزاتين. بدينا الأشغال تقريبا في 2017، وذلك بفضل الله وبفضل المحسنين والمحسنات جزاهم الله خيرا. المسجد المساحة ديالو 240 متر مربع، يتكون من طبقتين. الطبقة السفلى عبارة عن سكن للإمام المسجد. مهم يعني سي حسن، يمكنك أن ترافقنا يعني في هذه المرافق وتكلم لنا على هذا يعني البهو، يعني هذا البهو ممكن هذه قاعة الصلاة للرجال، خاصة بالرجال. ثم كما تشوفوا دابا راه ديال التسجيل إلى الألمنيوم، درنا الرقص ودرنا الموزيك. سي حسن مزيان، إذا كان سي حسن مزيان، إذا كان ممكن تقول لنا على الصوت، الله يجازيك بخير. دونك عندنا مشكل في الصوت، نحيدوا الميكروفون. هنا كاين واحد البيت خاص، هنا كاين بيت خاص ديال الإمام. هو بالنسبة للإمام هو غادي يرتاح هنا ويقرأ القرآن ويقرأ سميتو، وخاص بغسل الميت. إذا غادي يكون واحد الباب هنا في آخر المطار، واحد الباب خارجي غادي يبقاو يدخلوا الميت هنا، وهنا غادي يغسلوا داكشي وتصلى عليه صلاة الجنازة. شكرا سي حسن. هنا في الأسفل، كاين هنا الأسفل واحد الدرج خاص بالإمام باش منين يطلع من السكن ديالو يجي لهنا يطلع،
ويدخل من هذا الباب. ملي يصلي بالناس ينزل عاوتاني يمشي للمنزل ديالو بلا ما يمشي يدير دورة مورا المسجد. هذا هو الدرج. يعني من هنا كيطلع الامام من مباشره من المنزل ديالو باش يمشي يعني المسجد. هنا واحد قاعه، هنا قاعه ديال التلفاز خاص بالامام المسجد. كاينه واحد القاعه اخرى هنا، قاعه اخرى هنا كاينين المرافق الصحيه، الدوش والطواليت. هذه المرافق الصحيه ديال البيت ديال الامام. هنا كاين حداه كاين واحد القاعه، بيت النوم ديال هذا بيت النوم ديال المسجد، قاعه النوم ديال الامام تبارك الله. وهنا كاين المطبخ كما كنشوفوا، المطبخ واسع. هذا مطبخ ديال البيت ديال الامام. انتم كتشاهدوا مشاهدينا الكرام، كنتمناو باش تكونوا حاضرين معنا اعزائي المشاهدين وتبارطاجيو هذا الفيديو، لانه هذا نداء انساني فقط باش تعرفوا يعني الدور اللي كتقوم به هذه الجمعيه اللي قامت بواحد المجهود كبير باش تبني هذه المعلمه الدينيه الكبيره بدوار اي تعمو جماعه بلودان اقليمي ازيلال. ويعود الفضل كما قلت دائما هو مع السيد حسن تيرازيتنا رئيس الجمعية اللي قام بمجهود كبير جدا. إذا سمحتوا الأذان. لا إله إلا الله مربع التامة التامة الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبجعل المقام محمد لله وعتا إنك لا تخلف الميعاد. كتاب قرآني خاص بتعليم الصغار القرآن والكتابة والقراءة. وهنا كاين مورا كاين مرافق صحية خاصة بالرجال. هذه مرافق صحية خاصة بالرجال. أنتم كتشوفوا مشاهدينا الكرام يعني هنا 5 1 2 3 4 5 ديال المرافق الصحية خاصة بالرجال. هنا فين غادي يبقاو يتوضاو الناس يكملوا الوضوء ديالهم. كاين الماء، كاين الضوء، كاين القرص. الحمد لله الاشغال تقريبا مشات تكمل، باقي غير السيجاره ان شاء الله اللي باقي لنا. دابا غادي نتحولوا للقاعه الخاصه بالصلاه ديال النساء. يعني نتنقلوا دابا للصلاه اللي هي خاصه بالصلاه ديال النساء. مشاهدينا الاعزاء، حنا كنحاولوا باش ندوزوا هاد اللقطات يعني بشكل مباشر حتى تطمئن قلوب كل الذين ساهموا بسنتيم واحد لبناء هذا المسجد، لان أزيلال تيفي قامت بمجموعه من الريبورتاجات، ولكن الريبورتاجات دائما يعني نحاولوا نضربوا بالمقص. ولكن هذا اليوم ارتئينا باش نديروا هذا اللقاء المباشر حتى يطمئن الجميع، على اساس ان هذه الجمعيه تقوم بمجهود كبير جدا مشكوره. اذا باش تشوفوا هذا اللايف اللي هو بدون مكياج، هي صور مشاهد مباشره. هنا قاعه ديال الصلاه ديال النساء، خاص بالنساء. هذا هو الباب
هذه قاعة للصلاة خاصة بالنساء. هذا المسجد الذي يتواجد على بعد أمتار قليلة من بحيرة سد بالودان. بالنسبة للقبة كما تشوفوا راه القبص درنا القبص البهدي ودرنا الرومي. بالنسبة للقبة هي كما تشوفوا الحمد لله راه كلاف، وذلك بفضل أحد المحسنين الله يجازيه بخير من الدار البيضاء، هو اللي تكلف بالفسيفساء لا موزيك. يعني من بعد غادي تحدث على هاد المحسنين لونا كتسول على فين كاين هذا الشيء هذا. للتذكير فقط أن هذا المسجد يتواجد بدوار أيت عمو جماعة بالودان إقليم أزيلال 500 متر من فندق ويديان، على بعد حوالي 500 متر من فندق ويديان 5 نجوم. أنا بالنسبة للقبص صافي راه كملنا القبص، كملنا لا موزيك، كملنا الجليد، درنا الالومنيوم. تقريبا إن شاء الله راه قريب يوجد. دابا خاصنا إن شاء الله غير الصباغة، وخاصنا الكاركور ديال الدرج ديال الصومعة، وخاصنا إن شاء الله هذاك القاعة البيت ديال واد الحر اللي غادي يكون على بعد 5 أمتار أو 6 أمتار من المسجد. وكذلك المصلى حيت عندنا واحد البقعة أرضية غادي نشوفوها من بعد. راه كاين واحد البقعة. كنتمناو منكم مشاهدينا الاعزاء تبقاو معنا باش تشوفوا باش نوريكم واحد النموذج ديال الجمعيه اللي كتشتغل بجد. وكنتمناو من كل من شاهد هذا الفيديو ان يساهم يعني في توزيعه من اجل استجلاب كل محسن الذين لهم الرغبه في المساعده لاستكمال هذا البيت الفاضل والبيت الرباني الكريم. انا غادي نحولوا ان شاء الله نطلعوا لفوق فوق السطح ديال المسجد. معنا الامام ديال المسجد سي سعيد ازكا، واللي معنا شي 4 سنين هذه هو معنا غادي يرافقنا. جزاء خير. سمحتي. كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، يعني نحن نتواجد على بعد أمتار قليلة من فندق ويديان الذي تشاهدونه في أقصى الصورة. هذا الفندق هو 5 نجوم. إذن لنستكمل جولتنا في هذا المسجد المتميز الذي تم بناؤه يعني من الصفر بفضل مجهودات أعضاء جمعية النور أيت عمو. بالنسبة للكهرباء تقريبا راه ان شاء الله راه كلشي كمل تقريبا. الكهرباء باقي خصنا غير دوك التريات اللي غادي نديرو في المسجد ان شاء الله. واحد المحسن راه هو اللي ساهم في هادشي ديال الكهرباء والماء، الله يجازيه بخير. هذا هو الدرج ديال الصومعة. حنا نطلعو دابا الفوق الأعلى ديال المسجد. كما تشاهدون هذه السلالم نحو الصومعة. من هنا سوف ترون مشاهد جميلة لبحيرة السد بالودان. هي البحيرة على مرمى حجر من هنا. الطاقة الشمسية هذه خاصة بواحد البير حنا حفرناه هنا وتكلفت به جماعة القروية الله يجزيهم بخير، هما اللي
مكلفين بهذا المشروع. وواحد الشاطو ديال الماء راه درناه الفوق تما، راه تستافد منه الساكنه حوالي 40 اسره تستافدوا من الماء بدون معاناه، حيث كنا في الاول كنجلبوا الماء من السونتر ديال بلوينان على بعد 4 كيلومتر، وكاين المشاكل ديال هادو تقطع الطريق والمسائل. الحمد لله دابا بفضل الله وبجد المحسنين وبعض الجمعيات والجماعه القرويه الاعضاء ديالها الله يجزيهم بخير، فهم معنا هنا. الصومعه كما تشوفوا صومعه العلو ديالها 27 متر، العلو ديال الصومعه 27 متر من الاسفل. الحمد لله غادي نكملوها ان شاء الله، غادي نسبغوها ونديروا لها واحد اللون مناسب للمنطقه، بحال هاد الالوان اللي تتكون هنا، الاحمر المائل شويه البني. هنا درنا الفوق فوق سميتو ما درنا الجلي، لان الجلي تيدخل الماء، درنا لا موزيك. وهنا باقي عندنا القبه، هذه هي القبه ان شاء الله غادي نديروا لها القرمود باش ما بقاش تدخل لينا الماء، وغادي نديروا لها اللون الاخضر كما تشوفوا هنا. بحال واحد القبه اللي عندنا هنا، غادي نديروا نفس اللون اللي كان عندنا هنا، غادي نديروا واحد اللون هنا، هذا اللون هذا. سي ابراهيم ادم، وعليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. للتذكير فقط أن هذه المشاهد التي تتابعونها معنا هي من مسجد أيت عمو، جماعة بلودان إقليم أزيلال، اللي أعطت جمعية النور واحد نموذج الجمعية المواظبة، الجمعية التي تشتغل بكل صدق، وهي صنعت مجموعة من الأشياء وأخرجتها إلى حيز الوجود. هنا واحد البقعة أرضية تابعة للمسجد، إن شاء الله غادي نخصوها نديروا فيها واحد الحديقة، ونديروا لها واحد السور، غادي نديروا فيها مصلى فين غادي يبقاو يصلوا الناس. ربما غادي نديروا واحد كتاب قرآني كبير، أو غادي نديروا شي مدرسة ديال التعليم الأولي إن شاء الله. هذا من المشاريع اللي إذن هذه مشاريع اللي كتمنى الجمعية باش تخرج على الأرض الواقع، وكنتمنوا من كل المشاهدين باش يبارطاجوا هذا الفيديو، عسى أو علها أن تصل إلى المحسنين الذين لهم الرغبة في تقديم المساعدة إلى هذه الجمعية. هذه الجمعية اللي أعطت واحد النموذج ديال الجمعيات التي تشتغل بكل أمانة وبكل صدق. إذا نتمنوا من كل أي واحد شاف هذا الفيديو يحاول يبارطاجيه باش يتعاون مع هذه الجمعية اللي من هذا المنبر هذا تنبغي نشكر جميع المحسنين والمحسنات سواء داخل الوطن ولا خارج الوطن اللي ساهموا معنا منذ البداية إلى يومنا هذا. كاينين محسنين اللي ساهموا معنا من 2017 وباقي تيساهموا معنا. وعلى سبيل الذكر لا أنسى واحد المحسن الله يجازيه بخير من الدار البيضاء، هو اللي كمل لنا تقريبا المسجد، هو اللي دار لا موزيك، هو اللي دار الجليج، هو اللي دار الالومنيوم، هو اللي دار القبس ودار الخشب. الله يجازيه بخير، الله يحفظه ويحفظ جميع المحسنين. وكيفاش تعرفتي على هاد المحسن السي حسن؟ المحسنين غير بطريقه صدفه، كانوا الناس يدوزوا على الطريق حيت المسجد متواجد لا يبعد عن الطريق ما بين بلويدان ولا ووزات الا تقريبا 22 متر، جا في موقع استراتيجي الحمد لله. وغالب المحسنين اللي تساهموا معنا من الدار البيضاء، من الرباط، من مراكش، من سميتو، كلهم تيجيو الزياره ديال هذا الفندق هذا هو السبب، والله هو السبب، والفندق هو السبب كاع ديال هاد الناس اللي تيجيو لهنا. جميل جدا سي حسن ان من بين الدور الايجابي الذي يقوم بهذا الاستثمار سواء على المستوى السياحي هو هذا الخير، لان هذا الوديان اللي انتم يعني ساكنين حداه جاوا الناس محسنين من المدن البعيده، ويعني وتعرفتوا عليهم وساهموا في بناء تقريبا 80% تقريبا هما. ولكن بغيت نسولك سي حسن، واش يعني المستثمرين او الاغنياء ديال هذه المنطقه واش قدموا لكم شي اضافه او شي مساهمه؟ بالنسبه للمستثمرين ما تنظنش، الناس اللي تيجيو من بعد
كاينين شي ناس ولاد الدوار من المساهمين ولاد الدوار كاينين على برا، كاين بالدار البيضاء في القنيطره سميتو، الله يجازيهم بخير، موظفين ولاد الدوار يعني بسطاء ديال الدوار شدتهم الغيره يعني وتيساهموا معكم، ولكن المستثمرين ولا الاغنياء ديال هذا الاقليم ديال الازيله حتى واحد المحطه ليه هنا. المستثمرين كاين الجيران ديالنا، واحد الجيران ديالنا لا ما نذكر الاسماء ديالهم الله يجازيهم بخير، هما اللي عاونونا من الاول. كاينين الناس اللي ما في حالهم لكن وعاونونا الله يجازيهم بخير، الله يكثر خيرهم. وبالنسبه للعماله اقليم الازيله قدمت شي دعم؟ تنشكروا اولا سعاده العام الله يجزيه بخير سي الحاج محمد العطفاوي، هو اللي وقف معنا من البدايه، والسلطات المحليه والمجلس الاقليمي للاوقاف تا هما وقفوا معنا الله يجازيهم بخير، والموظفين ديال العماله اللي مختصين بشي ديال البناء ولا شي لا سميتو الله يجازيهم بخير. ما عمرنا لقينا معهم حتى شي مشكل الحمد لله. تجي المراقبه، تيجي المراقبه تيراقبونا الحمد لله، ما عمرنا بدنا حتى حاجه تبريكه، ما عمرنا حيدناها ولا شي حاجه الامور هذه. ومن هذا المنبر ما ننساش باش ما هذا هو اللي بغيت نقول لك، ربما نسيتيه، هو المعلم ديال سميتو مصطفى الله يجازيه بخير، الله يكثر خير، واحد السيد انسان طيب خلوق الله يجازيه بخير، هو اللي بنى هذا المسجد من البدايه. راه هذا المسجد الرابع اللي تيبني الله يكثر خيره والله يجازيه بخير والله يحفظه ويتقن العمل ديالو ان شاء الله. ان شاء الله. يعني اخيرا شنو يعني الهدف من هذا نشر الفيديو؟ هو ان هذا المسجد خاص واحد شويه، واحد دفعه بسيطه باش يكمل. شنو هو النداء ديالك للمحسنين؟ نطلبوا من المحسنين الله يجازيهم بخير يزيد يساعدونا، يا ما بقى والو باش ان شاء الله يكمل هذا المسجد. ونتمنى انني انا راه تقعدت هذا العام خرجت التقاعد، الامنيه ديالي هو ان نكمل. تبارك الله عليك ودي. يعني هذا يعني شعور يعني ديال السي حسن، وهو انه تيبكي الان، الدموع يعني تخرج من الاحشاء ديالو لقاء واحد المجهود، لانه هو الوحيد اللي عرف المجهودات اللي تيقوم به، لانه هو تيسكن في بني ملال ويوميا كيجي البلودان ليل نهار، يوميا كيجي وقدم واحد يعني خدمه كبيره 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 جدا، وانا اشهد له بهذا المجهود ديالو. ويعني والهدف ديالو اللي جعلو يبكي وهو انه بغى يخلي واحد البصمه دينيه، بغى يخلي واحد الاجر، بغى يخلي واحد الحسنه لهذه القبيله ولهذه الجماعه. وكنتمنى لك التوفيق والله يتقبل الاجر. سي حسن ممكن تكمل؟ المهم الامنيه ديالي هو اننا نكمل هذا المسجد، نمشي نرتاح شويه، حيت هذه تقريبا 5 سنين وانا تنجري في هذه المصلحه هذه، والله يتقبل وتقبل من جميع المحسنين. كنتمنى الله سبحانه وتعالى الدموع ديالك. سي حسن الله يجزيك بخير، انت وقفتي معنا من البدايه وانت حنا الا ما تنقوموا الا بمجهود بسيط جدا، حتى حنا بغينا شويه ديال الاجر، ولكن الفضل راه يعود لكم لاصحاب الفكره، وانتم اللي اشتغلتوا بالليل واشتغلتوا بالنهار واشتغلوا بالليل واشتغلوا بالصيف واشتغلتوا. ويعني وهذا المشروع كبير جدا، راه ما كاينش شي جمعيه تقريبا غادي تخوف الجمعيه، لانه هذا المشروع تنهضر على 500 مليون وقيله، ربما تكلف 200 مليون، ربما 200 مليون فايتها 200 مليون، بان واحد الجمعيه اللي ابتدات من الصفر ما عندهاش وكتحلم باش تبني واحد المسجد ديال 200 مليون. الناس ثقه وعطاوك هذا المبلغ هذا راه يعني هذا هو اللي كان، لان هذا علاش يعني كنتعاونوا معاهم باش نوصلوا لهذوك الناس المحسنين باش يديروا الثقه، يزيدوا يديروا الثقه، لان هاد الناس راه ما كيلعبوش، راه تيقدموا الغالي والنفيس. هذا بالاضافه الى الاعمال الجمعويه الاخرى التي تقوم بهذه الجمعيه، كالماء، كتعرفوا الدور ديال الماء في العالم القروي، وخصوصا في منطقه بلودان اللي هي موقع جبلي شاق، هو انه استطاع باش يغطي الساكنه ديال دوار يتعموا بالمياه الشرب الله يجازيه بخير. اذا مجموعه من الخدمات، وهذه هو اللي كنشجعوا دائما ازيله تي في، راه ما كنمشيوش لعند اي جمعيه، كنشجعوا الجمعيات اللي فعلا كنلمسوا فيها العمل الجيد. اذا نوصل الحديث ديالك. حاليا رانا رئيس جمعيه ديال تسلم للماء والتنميه، كملت المده ديال المجلس السابق سميتو، ولكن ما كانش اللي يزيد يستمر سميتو، وكلفونا عاوتاني كلفتني القبيله باش غير بالنسبه لواحد التعليق هنا.
من إفري ديكور. إفري ديكور يطلب مني أن أوفيه برقم رئيس الجمعية ديال السي حسن. السي حسن ممكن تقول الرقم ديال الهاتف ديالك عبر المباشر؟ حسن تيرزاتين 06 63 82 43 53. غادي نعاود 06 62 83 43 53. عاود 06 63 82 43 53. الله يتقبل السي إفري، الله يتقبل الأجر، وكنتمنى منك باش تقدم يد المساعدة وتدق البيبان ديال الأصدقاء ديالك وديال المعارف ديالك، لأنه بقى واحد الدفعة بسيطة باش يكون هذا المسجد، لأنه يتواجد في موقع جغرافي وموقع استراتيجي هام جدا. هو تيتواجد على طريق رئيسية، طريق اللي هي سياحية، لأي واحد غادي يشوف هذه المعلومة أكيد أن غادي يوصلك النصيب ديالك من الأجر إن شاء الله. واصل السي محمد؟ ان شاء الله نشوفوا مع لا، غير قبل ما نوصل للامام ديال المسجد، تقول لي اشنو اللي خاص بالضبط، شنو اللي مازال خاص الصباغه هي الاولى. خاص نديروا صباغه باش نركبوا البيبان، وخاصنا تريات ديال الجامع، التريات اللي غادي نديروا في القاعه ديال الصلاه ديال الامام. خاصنا دوك اللي كارسكور باش نديروهم الدرج ديال الصومعه، السلالم، يطلع السلالم باش ملي يطلع لهنا باش ما يعني هذوك الحديدات اللي تيكونوا في الجلب ديال الدروج باش ما يطيح حتى شي واحد. خاصنا واحد غادي نخصو عندنا واحد جوج مرافق ديال التجاره من الجهه الاخرى، جوج حوال ديال البيع والشراء مازال ما كملوش، خصهم شويه المسائل نثبتوا. خصنا غادي نزيدوا واحد قاعه، واحد محلات ديال الوضوء، واحد جوج سميتو ديال الوضوء بالنسبه للنساء حيت يعني خاص مرافق الصحيه ديال واحد جوج ديال العيالات، ديال الرجال كاينين، ديال العائلات مازال جينا على الطريق. دابا تيجي شي واحد مع الوالده ديالو ولا الزوجه ديالو ولا اخته ولا ماشي وحده من العائله، اذا هو تيبغي يصلي تيتوضا تيسجد، اذا هي ما تتلقاش فين توضا، تتبقى غير في السياره وتتلقى سميتو حشومه. ولينا فكرنا باش راه كاين المكان ديالها ان شاء الله، يعني كاين البلاصه فين خصو يدار، خاص غير يدار. وداك الشيء ديال الواد الحار اللي غادي يكون ديال لي طواليت سميتو اللي فوس سيبتيك اللي غادي يداروا حتى هما تما. ومن بعد غادي نديروا التشجير، وغادي نديروا واحد الحائط لا كلوتور ندوروها على. بالنسبه للفراش، نعم الفراش هو حتى الاخر. الفراش الحمد لله كاينين المحسنين اللي واعدونا الفراش، الله يجازيهم بخير. وكاينه حتى الاوقاف حتى هي راه تتساهم بالفراش. حاليا ما عندناش المشكل ديال، ما عندكمش مشكل ديال الفراش. نعم. الحمد لله. نعم. قول لنا امتى غادي يبدا هذا المسجد في التصوير ديالكم؟ ان شاء الله نتمنوا باش قبل رمضان المقبل ان شاء الله يتفتح الابواب ديالو ويصلوا فيه الناس. ومن هذا المنبر غادي نستدعي جميع المحسنين والمحسنات، راه عندي الاسماء ديالهم، عندي العناوين ديالهم، عندي التليفونات ديالهم، غادي نستدعيهم ان شاء الله باش نديروا واحد الحفل هنا كبير ان شاء الله باش يحضروا جميع المحسنين. يعني يوم الافتتاح الجمعيه كتواعد كل هاد المحسنين اللي قدموا الكثير والقليل باش تجمعهم واحد الحفل ديال الافتتاح ان شاء الله، باش يجيو يشوفوا حتى هما فين خسروا فين عطاو فلوس ديالهم. كاين الناس عندنا في فرنسا، كاين في سويسرا، كاين بزاف على برا، وكاين في المدن المغربيه. كاينين المحسنين اللي ما عمرني شفتهم، ما تنعرفهمش. هو تيهضر معايا غير بالتليفون، ما تنعرف حتى الاسم ديالو، ما تنعرفوش. وكنتمناو منكم المشاهدين اللي كيتابعوا معنا هذا الفيديو انتم ان شاء الله تكونوا من بين الحضور ديال حفل الافتتاح، سواء بالمساهمه ديالكم سواء بالحضور ديالكم. اذا كنتمنى لكم جميع التوفيق، وكنتمنى باش تبارطاجيو هذا الفيديو وتساهموا يعني في القليل والكثير ان شاء الله باش يكمل هذا. ما ننساش باش نشكر بعض الاصدقاء على الوصايا ديالهم والتعليمات ديالهم والافكار ديالهم اللي كانوا حنا كنا ناقصين فيهم ولا سميتو. ولكن بفضل هاد الناس هذو سميتو اللي عندهم تجربه، عندهم في المسائل ديال البناء، عندهم سميتو انهم قدموا لنا جميع الاراء، قدموا لنا جميع التعليمات ان شاء الله.
كلمة أخيرة سي حسان قبل ما نمروا الإمام ديال المسجد يعطينا واحد الدعاء، يعطي الدعاء للمشاهد. الحمد لله، الله يجازيهم المحسنين اللي عاونوا معنا واللي غادي يعاونوا معنا، الله يجازيهم بخير، الله يكثر خيرهم، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح، والله يتقبل هذه الصدقة الجارية إن شاء الله. يعني الدنيا فانية، سعادة فاعل الخير. إذا نمر إلى إمام المسجد ديال مسجد أيت عمو أزكوا سعيد من أيت بوغماز. تبارك الله، صحاب أيت بوغماز راه معروفين حفظة القرآن وأئمة على المستوى الوطني كاملين. إذا سي سعيد، الكلمة ديالك وشنو هو الشعور ديالك وأنت كتابعني لحظة بلحظة بناء هذا المسجد قبل ما ندوزو للفاتحة وتعطي الدعاء لجميع المساهمين والمشاهدين؟ ندير شوية القرآن. مرحبا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. الله يجزيك بخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. ثم أما بعد، والمراد ندير الدعاء إن شاء الله المحسنين والمحسنات أولا إن شاء الله جليلا، الله ينصروه ويعزوه إن شاء الله، الله يحفظوه، الله يكثر له إن شاء الله. المهم إن شاء الله غادي نتكلم على حساب المحسنين والمحسنات، الله يعطيهم الخير، الله يجزيهم بخير، الله يعطيهم الخير. حيت دابا السي حسن تيريزا حتى هو دار الجهد ديالو، الله يكثر ليه الخير، الله يرحم ليه الوالدين ديالو. وتنتمنى ان شاء الله المسجد قريب ان شاء الله يكمل، نتمنى المحسنين والمحسنات يساهموا باش يكمل المسجد ان شاء الله، والله يوفق الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إذا سي حسن، كلمة أخيرة باش نختموا هذا المباشر. شكرا سي الحسن، شكرا تيفي أزيلان، الله يجازيكم بخير. شكرا، الله يجازي المحسنين والمحسنات اللي شقاو معنا منذ البداية إلى يومنا. والحمد لله حنا تنديرو دابا هاد اللايف هذا والأمطار ديال الخير إن شاء الله في البلاد هذه فالخير. والله يجازي بخير، الله يكثر خير المؤمنين، والله يجازي المحسنين، الله يكثر خيرهم. ونتمنى إن شاء الله مزيد من المساعدات باش نكملوا هذه المعلومات الدينية إن شاء الله، من أحسن المساجد في المنطقة. الله يجازيكم بخير. شكرا، السلام عليكم. تبارك الله عليكم. إذا مشاهدينا الكرام، يعني مباشرة من كملنا هذا اللايف تتساقط علينا أمطار الخير. إذا مشاهدينا الأعزاء، أتمنى لكم يوم سعيد فعلا، لان كنا في سطحنا كاين الرياح قويه، ربما الصوت ما تيصلكمش بالشكل الجيد، ولكن اتمنى لكل من رافقنا يعني بشكل مباشر عبر هذا اللايف، اتمنى له الصحه، اتمنى له الخير، اتمنى له ان شاء الله طول العمر، واتمنى له الفوز بالجنه. والفوز بالجنه هو غايه كل مسلم، وهاد الناس كلهم اللي تابعوا معنا هذا اللايف الله يجازيهم بخير، سواء قدموا او لم يقدموا اي مساهده، لانه الواحد باش يتبعك اللايف وانت تتحدث عن بيت الله سبحانه، بيت الله سبحانه وتعالى غادي تدي نصيب ديال الاجر. وكل من يعني قام ببارطاج
وكل من قام ببارطاج هذا الفيديو أكيد أنه غادي ياخذ هو النصيب ديالو من الأجر. والهدف ديالنا من الحياة هو أننا نبحث عن الأجر، الأجر اللي إن شاء الله الذي سوف يسوقنا إلى الجنة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة، نحن وإياكم مشاهدينا الكرام، وكل من ساهم يعني والأعضاء ديال هذه الجمعية، وكل من ساهم من قريب وبعيد في بناء هذا المسجد. إذا مشاهدينا الأعزاء، لم يبق لي إلا أن أودعكم على أمل أن ألتقي بكم مرة أخرى في لقاء آخر وفي مباشر آخر. وبهذه المناسبة الدينية الكبيرة أقول للشعب المغربي مبروك عليكم، يعني فوز المنتخب الوطني المغربي على النظير ديالو الإسباني، واللي ساهم يعني باش يتأهل على الدور الربع. وأن الدور الربع اللي كان الهدف ديالو هو إسعاد المغاربة، وكما كتعرفوا حتى يعني الدور ديال الرياضة في بناء المجتمعات وفي جعل يعني المجتمعات تتضامن. وخير دليل على ذلك أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس والأخ ديالو مولاي رشيد خرجوا يوم أمس في شوارع الرباط ولابسين القميص الوطني المغربي ديال الفريق الوطني المغربي، وشاركوا في إسعاد المغاربة يعني فرحتهم يعني. وكنتمنى من المنتخب الوطني المغربي التفوق على نظيره البرتغالي والتأهل إلى الدور الموالي، إلى الدور النصف أو دور النصف النهائي حتى تكتمل الفرحة. إذا أوصيكم مشاهدي الأعزاء أن تقوموا ببارطاج هذا الفيديو حتى يعني ينتشر على واسع نطاق، لكي تتمكن كل القلوب الرحيمة للمساهمة في استكمال هذا المسجد القريب على نهايته. إذا أستودعكم الله، وإلى اللقاء، وإلى فرصة أخرى بحول الله.